مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا فيكم بوصفة اليوم. رح نحضر سلطة الكولسلو بطريقة بسيطة وسريعة. بتمنى تتابعوا الوصفة للنهاية وخلونا نبدأ بطريقة التحضير. بالبداية لتحضير السلطة رح نحتاج لجزء بسيط من راس الملفوف، حبتين من الجزر، لبن، مايونيز، سكر وملح وليمون. ببدأ أول شي بقسم جزء صغير من الملفوف، أنا بدي لوصفة اليوم أعمل صحن واحد صغير، فأخدت جزء بسيط من الملفوف من رأس الملفوف ورح أبدأ أقطعه أو أفرمه بطريقة كتير ناعمة. بحاول أثناء الفرم تكون السكينة حادة لتساعدني بفرم الملفوف بشكل ناعم أكتر. طبعًا بنقدر نفرم الملفوف على المكسر أو على محضرة الطعام بيكون طبعًا أسهل. هلأ هيك الملفوف صار عندي جاهز، راح أحطه بصحن غميق وبعدها أنتقل لفرم أو لبشر الجزر. هلأ بالنسبة للجزر كمية الملفوف اللي فرمتها راح أحتاج لحبتين من الجزر قياس وسط. أول إشي بقشر الجزر بعدين ببدأ ببشره على الطرف الخشن، يعني بالبشارة بهذا الطرف الخشن ببدأ إني أبشر الجزر وبعدها بحطه فوق الملفوف مباشرة. هلا راح أخلط الملفوف والجزر مع بعضهم وراح أنتقل بعد هيك لتحضير صوص السلطة. لتحضير صوص سلطة الكول سلو رح نحتاج بصحن غميق لمعلقتين كبار من لبن الزبادي، بضيف عليهم 4 معالق كبار من المايونيز. المايونيز اللي استعملته هلأ بهالوصفة ماله توم، فضروري يكون المايونيز أو وصفة اليوم ما يكون فيها توم أبدا. هلأ رح أضيف 4 معلقة من المايونيز فوق اللبن. هلأ عندي نص ليمونة معصورة راح أحط نص الكمية وفوقها كمان ملح وأبدأ بالتخليط. طبعًا الليمون أوقات الليمون طعمته بتختلف، ممكن أوقات ليمون حامض يكون حامض كتير وأوقات يكون حماضته وسط، فالليمون بالذات باحطه على مراحل ما بدي تطلع السلطة حامضة. وأثناء تحريك الصوص حطيت معلقة صغيرة من السكر، والسكر لوصفة اليوم كتير ضروري. هلا حطيت الصوص اللي جهزته فوق الملفوف والجزر وراح أبدأ بالتخليط. بهالمرحلة لازم أخلط السلطة كتير منيح، يعني بطول تقريبا 3 4 دقايق بالتخليط لأتأكد إنه المكونات كلها تجانست مع بعضها واندمجت والصوص تجانس مع الملفوف والجزر. بعد هيك هلأ رح أنضف الأطراف بهالشكل هاد أطراف الصحن، وراح أحط الصحن بالبراد أقل شي ساعتين. بعد ساعتين بتكون السلطة اتجانست مع بعضها بالبراد والطعم صار جاهز للتقديم. ضروري كمان سلطة الكول سلو ما نحطها أو ما نقدمها فورا، لازم تبقى بالبراد أقل شي ساعتين متل ما ذكرت. وبهالشكل بكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. عملنا سلطة الكول سلو بطريقة سريعة بسيطة وشهية جدا، مكوناتها مضمونة وناجحة. وأكيد هالسلطة بنقدر نحضرها جنب وصفات البروستد الناجت والكريسبي وكل وصفات الدجاج المقرمش. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وبنلتقى بوصفة جديدة إن شاء الله.